طبعا يا جماعة الفيديو دوت مبدئيا كده هيكون بدون مونتاج ولا حتى كاتب له سكريبت ولا اي حاجة. هطلع اتكلم بطريقتي كده على طول. اول حتى لو لاحظتوا في كل فيديوهاتي بعمل زي قصة كده ما بيني وبين شخصية تانية برضو نسخة مني. وفي الاخر بطلع اتكلم بقى ايه على طول بقى. ولكن لا، انا هتكلم على طول كده بصورتي على طول، لان المره دي الموضوع مستفز جدا وزاد عن حده كتير قوي. احنا بس محتاج الفيديو ده يتشير لاكبر عدد من الناس، لان اللي حصل ده ما يتسجدش عليه جامد. طبعا انا هتكلم هنا في الفيديو ده عن الاغاني. طبعا انت هتقول لي ايه يا عم الاوفر دوت ومحسس ان الموضوع كبير. لا لا لا، مش هكلمك عن اغاني وحرام وحلال لا لا لا، مش هتدخل في القصه دي لان دي مش بتاعتي. تمام. انا هكلمك على الاغاني، الاغاني اللي احنا بنسمعها. يعني فوقك من الاغاني حكمها وكده، انا ماليش دعوه بالقصه دي زي ما أنا قلت. انا بتكلم على الاغاني اللي احنا بنسمعها حاليا دلوقتي، خصوصا بين الشباب اللي تسمعها. اغاني عصام صاصا والعيال بنت الوسخه اللي طلعت الفتره اللي فاتت. واحد زميلي كان قدام المحل في منطقتنا هنا يعني، وهو خارج شاف عيل بيتخانق مع واد تاني كده. فالمهم راح حاول يعني يحوش وبتاع. واد تاني عيل وسخ جه شافه من بعيد، راح قال له ولا يا معرفش ايه وبتاع، وقام طلع القطر من جيبه. راح طعن زميلي في ظهره وطعنه هنا على وشه كله. الواد جاله طبعا ايه، طبعا القطر دخل جوه وشه كله، جاله شلل نصفي. الواد طبعا في المستشفى بين الحياة والموت. الموقف ده حصل من يومين. فانا هفهمك بس باختصار الموقف ده حصل ليه، اصل الموقف، لان الموقف ده حصل كتير جدا. وانت هتقول لي ايه يا عم انت، ده كل سنه وانت عادي في مصر. انت حاسس انت مثلا يعني مثلا من حته عشان تيجي تقول لي ان مثلا ان الموقف ده غريب؟ لا، ده الموضوع ده عادي في مصر. انا هقول لك ايوه فاهمك، والموقف ده شفناه مليون مره، سواء بقى السوشيال ميديا او سواء على في الشارع. ولكن انا هقول لك دلوقتي ايه اساس الموقف اساسا، وايه اساس اللي خلى العيال دلوقتي تلاقي عيل قد كده يبقى ماشي بمطوه وقطر وسكينه وبتاع والشغل ده. طبعا كل ده زي ما قلت لك بسبب الاغاني بتاعت عصام صاصا والعيال بنت الوسخه دي كلها، والعيال اللي طلعت كلها جداد. وكل ده بسبب ايه؟ كل ده بسبب الكلام اللي في الاغاني. لو انت لاحظت في اخر الاغاني اللي بيعملوها، يقول لك معرفش ايه، اسحب اقل عيل فينا يسحب لك سكينه ومش عارف ايه وايه. ال الاغاني كلامها يعني المفروض والله يعني العيال دي تتسجن اساسا على الكلام اللي بيتقال ده اساسا. المفروض اساسا المنصه ما تدعمش الكلام دوت. ولكن طبعا انت عارف كله في المونتاج ومحدش بياخد باله. فانا بناشد طبعا كل الناس، وبناشد وزير الداخليه، وبناشد اي رئيس عموما. يا ريت يا جماعه القبض على الناس ديت كلها. الاساس العيال اللي في الاساس اللي هم بتوع الاغاني اللي بيغنوا دولا. لان العيال ديت انت متخيل لما تلاقي اغنيه، الاغنيه ديت بتقعد تقولك معرفش يلا انت مين، يلا ده انا بسكينه واحده وانا معرفش واقل عيل فينا ماسك لك كازلك وهيذبحك ومعرفش ايه والشغل السرسجيه ده كله. لما تلاقي فيديو واحد من الفيديوهات ديت جاي بيه فوق ال 40 مليون مشاهده. تخيل انت ومصر كلها فيها كام مليون اساسا يعني. انت انا بتكلم عن مصر عموما بقى، مش بتكلم عن البلاد التانية، عشان عارف البلاد التانية اي بلد عموما فيها خراب. بس انا بتكلم عن مصر بس. بس تخيل لما تلاقي فيديو 40 مليون مشاهدة بيتفرجوا عليه وكله بيسمع الكلام ده، عيال صغار بكبار بكله. يعني انت متخيل الكارثه اللي احنا بقينا فيها دلوقتي؟ يا ريت يتصرف مع الناس زي ما اتصرفوا مع شاكر وكامارون وما اعرفش مين والبنت اللي اسمها سوزي الاردنيه والناس دي كلها لما اتحبست ويعني كانت حاجه كويسه يعني ان حد يعني ايه يتصرف وشال الناس الوسخه ديت من المحتوى واتسجنت. يا ريت الناس الباقيه دي كمان تتسجن. انا عارف طبعا ان زي واحد عصام صاصا طبعا سجن مليون مره وطلع، وسجن تاني وطلع، والموضوع ده كذا 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 مره. ولكن لا، المفروض اساسا المحتوى ده يتقفل يعني. يعملوا قرار كده، لو حد نزل من الناس دي فيديوهات تاني اللي بيصور ده يتحبس، والقناه كلها تتمحي كل فيديوهاتها. انت متخيل لما ما اعرفش واحد تاني برضه ما اعرفش اسمه كده ايه، الجن كده وما اعرفش ايه وبتاع كل الكلام. انا والله شفت فيديو واحد والله يا جماعه كل الكلام لا كلام بيحض على ايه، ان بيربي اي عيل صغير بيتفرج على الفيديو، بيربي
على البلطجة وانه يثبت اي عيل في الشارع بكازلك ومطوة ويذبحه، وهي دي الرجولة يالا وانا وانت مين يالا، وانا جيت. ده اللي خلى واحد زميلي يبقى عيل وسخ، يبقى تيجي عيال بلطجيه والواد على طول مسك قطر. طب الواد حتى اللي ماسك قطر ده اصلا ما تفهمش هو ده مين اساسا، هو زميلي ده اساسا مين وبيعمل ايه. يعني هو فكر ان هو بيتخانق، يعني بعد ما طلع في واتكلم بيقول لك انا كنت فكره بيتخانق. طب انت كنت بتفكره؟ انت اصلا بتمسك قطر يعني بناء على ايه؟ يعني يا سيدي انت عيل مثلا في واحد تاني يقول لك انا ماسك قطر عشان لو حد عيل من العيال ثبتني ولا ما اعرفش ايه. انا مش دعوه بالناس دي، انا بتكلم عموما. انت لما تكون دخلت في خناقه تعرف اساس الخناقه مين بيتخانق مين. لكن العيال لكن لما تشوف بلطجيه العيال دي ما بتفكرش اصلا بجنيه. هم السيستم وخلاص ان ايه، ان البلطجه هي دي الرجوله، وان انا اسحب سكينه ويبقى في جيبي 3 مطاوي وعلى الشمال قطر وتحت هنا كازلك وما اعرفش ايه. فانا هي بقى دي الرجوله، وكل البنات بقى هتبص لي وخلاص بقى والمنطقه كلها تخاف مني. للاسف معظم اليوتيوبرز اللي عملوا الاغاني ديت بيستغلوا الشباب اللي في النقطه ديت، عشان عارفين ان الحاجات دي بتجيب فيوز وبتجيب فلوس كتير قوي. وطبعا كلهم في كل فلوسهم حرام. ده يا جماعه لازم ينتشر باقصى درجه. انا عارف طبعا ممكن حد يقول لي ما تذكرش اسامي حد في الفيديو من العيال الاغاني دي. لا يا باشا، كل الاسامي تتذكر. طبعا انا لو اعرف اسامي تانية هقولها اساسا، بس مش عايز اذكر اسامي تانية عشان ما حدش يروح يتفرج على العيال بنت الوسخه دي. انا بناشد اي حد كبير في البلد ديت، يا ريت يا جماعه حد ياخد موقف مع الناس ديت زي ما خدتوا موقف مع شاكر ومداهي بتاعت التيك توك ديت. يا ريت تاخدوا موقف مع الاشكال الوسخه دي، لان بصراحه الواحد خنق من الخرا ده. يعني انا بجد لما شفت زميلي دوت، يعني احنا الاتنين كنا بنلعب سوا كده، والواد اصلا قدي في يعني 18 سنه. يعني الواد حرفيا مستقبله اتدمر، الواد جاله شلل نصفي. يعني انتوا متخيلين القرف اللي بقينا فيه. فيا ريت يا جماعه كله يشير الفيديو دوت. لو تعرف، لو انت اتفرجت على الفيديو تشيره لكل اصحابك وكل الناس اللي تعرفهم، لان بصراحه الموضوع ده ما يتسكتش عليه، واي حد يشوف الفيديو يشيره. يعني انت لما تموت الاساس الصغيرين هيبداوا واحده واحده يختفوا، لان الفيديو ده يا جماعه لازم اكبر عدد من الناس يسمعوه. سلام.